صوتها حرفيا يوجع القلب. يعني هي هانت عليك ان انت تخليها تنهار بالشكل ده. اللي مش فاهم في ايه، دي واحده يا عيني قاعده بالثلاث عيال في البيت وجوزها عمال يلف ويتصرمح مع بنات ويشرب حاجات. المهم ان هي نزلت لقت جوزها واخو جوزها او تقريبا يعني زوج اخته واتنين من صحابه قاعدين مع بنتين في العربيه وطالعين نازلين يشربوا حاجات. فلما شافت المنظر ده انهارت. يعني هي قاعده بالثلاث عيال بتربيهم وحضرتك بتتصرمح. ولما لقيت وقت فاضي مفكرتش ان انت تقعد حتى معاها في البيت تساعدها في تربيه العيال. فالست يا حبيبتي جالها انهيار وبقت تصوت في الشارع وتقول له انا هحبسك. وكانت معاها واحده تبعها كانت بتصور عشان تثبت الواقع، لان بجد الست كانت في حاله انهيار مش طبيعيه. بتقول ان هي من سنتين لما كانت حامل اخر مره جت تنفصل اكتشفت ان جوزها متجوز عليها واحده عرفي. يعني هو اصلا مش اول واقع ليه وهو عينه زي بمعنى اصح. هي مش مكفياه مش عشان هي فيها مشكله، لا، ده عشان الرجاله اللي بتخون دي دايما بيكون عندها نقص. دايما بيحس ان الست المحترمه الملكه اللي قاعده في البيت دي لا، هو عايز واحده شكله رخيصه من غير سبب. ما هو انت لما يكون قدامك الحلال وتروح تعمل الحرام يبقى انت رخيص. اي بني ادم، مش بتكلم على الشخص اللي في الفيديو بس، لا، اي واحد في الدنيا قدامه الحلال وربنا محرم عليه الحلال ومحلله الحرام يبقى ده بني ادم رخيص. وبعدين الشخص اللي في الفيديو ده اتشهر يعني واتفضح فضيحه، اكيد ربنا سبحانه وتعالى رفع الستر من عليه. يعني ده اكيد عمل كده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرين عشان كده اتفضح. لان ربنا سبحانه وتعالى مش بيفضح العبد من اول مره، لا، ده ربنا كريم ويعني ولطيف بعباده جدا وحنين على عباده جدا. لكن الست دي لما توصل في حاله الانهيار دي يبقى بجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد بيخون مراته. مش عاجباك طلقها، لكن ما تقعدهاش داده تربي عيالك وتخدم وتعمل وهي اصلا مقهوره. طيب هي هتطلع لك اجيال سويه زي وهي اصلا انت مش مخليها سويه، انت مخليها قاعده متوتره، انت مخليها قاعده شاكه في نفسها، لا ده بيخوني، لا ده بيعمل، لا ده بيروح، لا، مش مخليها طبيعيه، مش مخليها عندها هدوء، مش مخليها عندها سلام نفسي. فبتطلب منها ازاي ان عيالك يكون عندهم سلام نفسي؟ ولا انت كمان مش فارق معاك عيالك؟ الكلام ده مش للشخص اللي في الفيديو بس، لا، ده لاي واحد بيخون مراته او اي واحد بيخلي مراته مش قاعده في امان نفسي او بيخلي مراته قاعده عندها ضغط عصبي فظيع. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتاخد بنت الناس من بيتها تصونها، هتهنها؟ لا شكرا، الاسلام ما قالكش كده، ما قالكش كده. ده ما قالكش ما اكرمهمش الا كريم ومحدش بيهنهم غير اللئيم. ده الاسلام، الست معظمه فيه. والدليل ان الست ما بتتجوزش غير مره واحده عشان ملكه، هي مش حاجه شركه حد يتشارك فيها. فالرجاله اللي بتكون بتعملوا كده ليه؟ حلو ان انتوا توصلوا واحده لحاله انهيار تخلوها تنزل من بيتها فقد عقلها وتنزل تجري ليه؟ ما كفايه عليها بيتها وعيالها وتربيه عيالها، ولو هي تعبانه ولو هي كفايه الضغط النفسي اللي بتكون فيه والعصبي، وان هي عايزه تعمل احسن حاجه لعيالها. ست منتقبه وست محترمه، ست جميله، ملكه، ملكه. ليه كده؟ بجد ليه كده؟ والله العظيم صوتها يقهر. اللي هي شافت كتير بتصوت الصوت من جوه قلبها، مش صوت بيطلع كده، لا، ده صوت بيقطع القلب حرفيا. فاتقوا الله.